غنشارك معكم طريقتي في الطاجين ديال الكفته وبطاطا. غنوريكم الطريقه كيفاش كندير ليه انا، وكل واحد وطريقته بيان سور. المهم كناخذوا الطويجين ديالنا كنديروا فيه الزيت، كنزيدوا بصيله مشلضه بحال هكا، غنخليو هاد البصيله طيح واحد شويه يولي اللون ديالها مذهب، عاد نزيدو الشي الاخر. البنات من بعد ما كنشوف البصله ولا اللون ديالها مذهب، عاد غنزيد دابا مطيشه. كاينين بنات غيقولوا لي لا وعلاش شحرتي البصله بوحدها في الطاجين، ديري كلشي يطيب بدقه وحده، كل واحد والذوق ديالو. انا كيعجبني نشحر البصله حيت كل ما تشحرات كل ما كتعطي البنه في داكشي اللي غادي طيبي. هنا البنات غنزيد مطيشه اللي عندي محكوكه مع الثومه. غندير شويه القزبر، غندير شويه الابزار، ندير شويه سكينجبير، هنا غندير شويه التحميره، غندير الربيع، بنات غندير بطاطا كفته وبطاطا، غنزيد عاوتاني كفيته بحال هكا، وندير بطاطا بحال هكا. غنبقى غادا حتى نكمل الطاجين كامل هكا. هانتوما البنات من بعد ما ساليتو كامل غنزيد واحد شويه الملح بحال هكا من الفوق صافي، وغادي نخليوه يطيب على عافيه مهيله. ندير واحد شويه طابع من الفوق بحال هكا، نخليوه يطيب الطاجين باش يجيكم بنين. خصو يطيب على عافيه مهيله، ما تجهدوش عليه البوطه. كل ما مهلتوا البوطه عليه كل ما كيجي معيلك وزوين. ايوا اختي اش غادي نقول لك، نتلاقاو من بعد ما يطيب هاد الطويجين هذا ونوريك الشكل النهائي والشكل الهندسي ديالو. البنات ها هو الطاجين طاب وما كياخذش بزاف الوقت. شوفوا تبارك الله كيفاش جا واقتصادي، ما تحمقيش راسك بزاف. عندك شويه الكفته ديريها مع بطاطا وانتي شبعانه مع راسك.